هاي أفضل أنواع غسولات رغوية أنا جربتها لهلا. راح أحكي لكم تجربتي عنها بشكل سريع وبشكل مختصر. بس مبدئيا لازم نعرف إنه الغسول الرغوي مهم يكون ينظف بدون ما ينشف لنا البشرة، لأنه في كتير أنواع بتنظف بس للأسف بتخرب حاجز البشرة. هدول جربتهم وكانوا الأفضل والألطف على بشرتي، وطبعا على حسب نوع بشرتكم. أنا بشرتي جافة مختلطة. كان أفضل أنواع غسول جنتل أستخدمه هاد من سكين 1004، بيحتوي على السنتيلا، بيهدي البشرة لما تكون متهيجة، ومناسب إنه يكون بشكل يومي، ومناسب تستخدموه لو بشرتكم متهيجة عاملين جلسة ديرمابين فيها حبوب، يعني بأي وقت فيكم تستخدموه بشكل يومي، وبينظف بشكل كتير منيح. وفي كمان بالنسبة للغسولات الجنتل أنا استخدمت راوند لاب، كان كتير برضو ممتاز وما بيختلف عن هذا أبدا، نفس الريحة نفس القوام نفس المفعول، وبرضو جنتل بتستخدمه بأي وقت وبشكل يومي. وكمان للغسولات الجنتل هاد أنا بستخدمه بعد كل جلسة ديرمابين، ولما بشرتي تكون متهيجة من أبيب، كتير ممتاز وبيهدي البشرة وبينظفها بدون ما ينشفها. أما بالنسبة لأرانسي هاد تروج له إنه بيستخدم بشكل يومي، هو إنه نوعه كتير حلو كتير ممتاز، بس ما ناسب بشرتي الجافة، ما ناسبها إني أستعملها بشكل يومي. بينظف بشكل كتير حلو، بس بيسبب جفاف كتير بسيط للبشرة لو استخدمته بشكل يومي. طبعا قوامه هيك بيجي كريمي، فيه متل حبيبات صغيرة بتعمل سكراب للبشرة، وهذا هو سبب إنه ينشف لنا بشرتنا. لهيك يفضل تستخدمه 3 مرات بالكتير بالأسبوع. حلو بس مو بشكل يومي. أما بالنسبة للغسولات الرغوية اللي فيها مواد فعالة، هذا من سان باي ماي بقاله فترة كتير منيحة عندي، يمكن أكتر من سنتين. بيجي متل شكل الفوم بتطبقوه على بشرتكم، فبصير رغوة بتفركوا وبتنظفوا البشرة فيه. ممتاز كتير إنه ينظف المسام وينظف الرؤوس السوداء والبيضاء. بس يفضل إنه ما تستخدموه بشكل يومي، يفضل إنه مرة لمرتين بالأسبوع كفاية. أما البشرة الجافة مرة حلو، البشرة الدهنية فيها مرتين بالأسبوع. وبالنسبة كمان لغسولات رغوية فيها مواد فعالة، أنا استخدمت الأنوا الأخضر، كان كتير حلو ممتاز، وبرضه كان ينظف البشرة بشكل كتير منيحة، بس برضه ما بينفع نستخدمه بشكل يومي. كانت هاي تجربتي السريعة والبسيطة مع هدول الغسولات الرغوية. أتمنى اللي جربهم يكتب لنا رأيه بالتعليقات.